وسيكون ملعب سبوتيفاي كامب نو مسرحا لمواجهة قوية بين برشلونة وليفانتي. المزيد في تقرير باسل طبال. برشلونة يلعب 3 مباريات على التوالي في سبوتيفاي كامب نو، حيث يريد أن يغير الواقع وأن يخرج من الأزمة التي مر بها في الأسبوع الأخير. ليفانتي هو الزائر القادم قبل أن يأتي فياريال وأتلتيكو مدريد في الكأس. هذا الأسبوع كان جيدا لفليك الذي استعاد بيدري. الإسباني يغيب منذ حوالي شهر بعد تعرضه لإصابة عضلية أمام سلافيا براغ في دوري الأبطال، ومن المتوقع أن يشركه فليك في الشوط الثاني في المباراة وأن يعود بشكل تدريجي. أنا سعيد بعودة بيدري وسيلعب خلال المباراة لبضعة دقائق. سعيد بعودته إلى التدريبات، فهو لاعب فريد لديه إمكانيات هائلة على الملعب وبإمكانه أن يلعب دورا قياديا في النادي. عودته مهمة جدا بالنسبة لنا. راشفورد أيضا عاد خلال هذا الأسبوع وتدرب مع المجموعة وهو أيضا جاهز للمباراة، ولكن رافينيا هو المرشح للبداية على الجهة اليسرى بعد خوضه نصف ساعة أمام جيرونا. الفريق خرج متأخرا لخوض التدريبات الأخيرة. فليك أوضح أن السبب كان حوار دار مع اللاعبين حول نقطة مهمة جدا، وهي أن الفريق يستقبل الكثير من الفرص من الخصوم. نحن نستقبل فرصا كثيرة من الخصم، وكنا نتحدث عن ذلك وما يجب علينا فعله لتفادي ذلك. لهذا السبب بدأنا متأخرين اليوم. كان حوارا مفتوحا وأنا كنت واضحا وصريحا في النهاية، ولكن هذا ما حدث. دار حوار بيننا وأخذ وقتا أكثر من المعتاد. المدرب أوضح أن الفريق يترك الكثير من المساحات أمام الفرق التي تلعب بدفاع متأخر، والمطلوب من اللاعبين الضغط واسترجاع الكرة فورا بعد خسارتها وعدم إعطاء أي فرصة للخصم لاستغلال هذه المساحات، وهذا ما يريده فليك في سبوتيفاي كامب نو أمام ليفانتي. بعد هزيمتين على التوالي في الكأس والليغا وتراجعه إلى المركز الثاني، برشلونة يعود إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو بحثا عن الخروج من أزمته مع عودة بيدري وراشفورد. باسل طبال، بين سبورتس، برشلونة. بيدري وراشفورد جاهزان للمواجهة المقبلة مع ليفانتي في ملعب سبوتيفاي كامب نو، حيث سيلعب البارسا 3 مباريات على التوالي، مباراتان في الدوري ومباراة في الكأس مع أتلتيكو مدريد. فليك يريد استعادة الانتصارات وربما الصدارة. فماذا قال اليوم المدرب هانزي فليك حول هذا الأسبوع المهم جدا لبرشلونة، وكيف عاش اللاعبون الأجواء الأخيرة في التدريبات الأخيرة قبل مواجهة ليفانتي في الجولة 25؟ ريال مدريد يخسر بهدفين مقابل هدف في ملعب أوساسونا، ومن المتوقع كان أن تكون هذه المباراة صعبة، واليوم ريال مدريد يضيع فرصة للاحتفاظ بالصدارة للأسبوع الثاني على التوالي، وبرشلونة أمام فرصة كبيرة للعودة للصدارة في حال الفوز يوم غد على ليفانتي. فرصة ذهبية تعود لبرشلونة بعد هذا التعثر لريال مدريد اليوم أمام أوساسونا. بعد خصم اليوم كان ممتاز أوساسونا، خاصة في التعامل في الشوط الثاني، حتى عندما كان ريال مدريد يحاول العودة أوساسونا لم يستسلم وسجل هدف جميل عن طريق اللاعب راؤول غارسيا بعد 3 أخطاء من اللاعب أسينسيو في نفس اللقطة، في التمرير وكذلك في التسلل والمرور كذلك من المدافع. برشلونة أمام فرصة كبيرة للعودة للصدارة يوم غد إن لم يفوت هذه الفرصة في ملعب سبوتيفاي كامب نو. لياقتهم البدنية. برشلونة يعلن قرارا جديدا بعد انسحابه من السوبر ليج. أصدر نادي برشلونة لكرة القدم منذ قليل بيانا رسميا جديدا فيما يتعلق بتداعيات انسحابه من بطولة السوبر ليج، وهو القرار الذي أعلن عنه بشكل رسمي قبل أسبوع. وأعلن برشلونة اليوم انسحابه من بطولة دوري السوبر ليج، المنافسة التي تم الإعلان عنها في عام 2021. وقال برشلونة في بيان جديد: لقد تلقينا خطابا رسميا من اتحاد الأندية الأوروبية لكرة القدم يؤكد إعادة قبوله كعضو عادي في المنظمة.
المقدمة. وأضاف: بعد قرار النادي إنهاء علاقته مع دوري السوبر ليج وتقديم طلبه رسميا لإعادة القبول، وافق مجلس إدارة الاتحاد بالإجماع على إعادة انضمام برشلونة وفقا لنظامه الأساسي. أشار الخطاب إلى أن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السيد ناصر الخليفي قدم شخصيا طلب عضوية النادي إلى المجلس في الاجتماع الذي تم عقده في وقت سابق من اليوم، وأكد أن الدور المحوري الذي لعبه السيد خوان لابورتا في التطورات الأخيرة التي أتاحت التوصل إلى هذا الاتفاق. وأردف: وفي هذا الصدد يود النادي أيضا أن يؤكد استعداد السيد خوان لابورتا الواضح والتزامه الفعال بإعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الذي كان له دور أساسي في عودة النادي كعضو عادي. وأعرب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن سعادته وفخره بالترحيب بعودة نادي برشلونة كعضو عادي، وأكد استعداده للعمل عن كثب مع النادي لتحديد الخطوات التالية وتوضيح دوره في الاتحاد خلال هذه المرحلة الجديدة. واختتم: وينظر نادي برشلونة إلى هذا القرار بإيجابية بالغة، ويؤكد التزامه بالعمل مع الأندية الأوروبية الأخرى لما فيه مصلحة كرة القدم ومسابقتها وجماهيرها. مفاوضات متقدمة، ولكن ديكو يعترف بفشل برشلونة بضم نجم بايرن ميونخ. قبل انتقال جوناثان تاه من باير ليفركوزن إلى بايرن ميونخ في صيف 2025، كانت أندية كبرى أخرى قد أبدت اهتمامها بالمدافع الألماني، أحدها كان نادي برشلونة. كما أكد المدير الرياضي ديكو للصحيفة الرياضية الإسبانية سبورت: كنا في مفاوضات متقدمة مع جوناثان تاه، لكن في النهاية لم يتم التوصل إلى اتفاق. لطالما اعتبر الكتالون المرشح الأوفر حظا في السباق على تاه الذي قرر مغادرة ليفركوزن بعد فوزه بالدوري الألماني وكأس ألمانيا مع الفريق، لكن في النهاية حالت المشاكل المالية لبرشلونة دون إتمام الصفقة. كما أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه باللاعب. بدلا من ذلك انضم اللاعب الدولي في النهاية إلى بايرن ميونخ بدون مقابل، لكن من أجل تمكينه من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 قبل الموعد المحدد، دفع نادي ميونخ مبلغا في حدود الملايين القليلة. منذ ذلك الحين خاض تاه 36 مباراة رسمية مقنعة للغاية مع بطل الدوري الألماني، ويشكل مع دايوت أوباميكانو ثنائي قلب الدفاع الأساسي للفريق. ساهم تاه ب3 أهداف و3 تمريرات حاسمة بفوزه بكأس السوبر. حصل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما على أول لقب له مع بايرن ميونخ، وينتهي عقده مع النادي الألماني في عام 2029.